تعالوا بقى اوريكم الفرق ما بين ال 1000 ار ار وال 600 ار ار. اول حاجه ال 600 ده 600 سي سي طبعا، وال 1000 ده 1000 سي سي. ال 600 سي سي ده بيبقى في رينج 117 ل 120 هورس باور، اما ال 1000 ده بيبقى في رينج من 172 ل 174 هورس باور، والكلام ده طبعا كله ستوك. لكن احنا في مصر علشان اكتر حاجه بنعدلها فلاتر الهواء والشكمان كمان، فالكلام ده بيزود الهورس باور، مثلا نقول ايه 5 10 على حسب نوع الفلتر الهواء اللي انت مركبه وعلى حسب الاكزوست اللي انت مركبه. في ناس كتير بقى بتسأل افرق ازاي ما بين ال 1000 ار ار وال 600 ار ار، وفي ناس كمان بتجيب موتوسيكل 1000 ار ار تكتب عليه 600 علشان تضحك على الناس، عشان لما يجوا يجروا يفتكروا ان ال 600 ده قوي لكن هو في الاساس 1000. طيب الموتوسيكل ال 1000 بتفرقوا عن ال 600 ازاي؟ اول حاجه التوب، الحته هنا بتاعه التوب بتاع الموتوسيكل مختلف عن ال 600 ار ار في الجزء ده. هو ال 600 هنا مش هيبان عشان في كربون فايبر فهيبقى مغطي شويه والدنيا ضلمه. تاني حاجه الفبر بتاع الموتور الجنب اليمين، الحته هنا دي مغطيه الجزء ده من الموتور. اما تعالوا نبص على ال 600 ار ار الناحيه التانيه، هتلاقوا جنب الموتور باين اللي هو الجزء ده. طيب دي كده دي الحاجات اللي مش باينه قوي، اما الحاجات اللي باينه وبتتعرف على طول هو ديل الموتوسيكل. ديل الموتوسيكل من هنا عريض، وفي الودنتين دول كده مسحوبين لجنب والحته دي عريضه شويه. اما لما نيجي نبص على الديل بتاع ال 600 زي ما انتم شايفين الحته دي صغيره ومسحوبه لتحت، مش عريضه زي الموتوسيكل الالف. واخر حاجه وهي برضو بتبقى حاجه باينه قوي وهي العداد. تعالوا نشوف العداد بتاع الالف عامل ازاي. ده شكل العداد بتاع الالف بالمنظر ده، ده شكل العداد. اما عداد ال 600 بيبقى عامل بالمنظر ده كده، بيبقى تحسوه اصغر شويه، وده بيبقى شكل عداد ال 600. فده الفرق ما بين ال 1000 ار ار وال 600 ار ار. لو انت واحد لسه مبتدئ فانا انصحك تبدا بال 600. لو انت واحد بتسوق وبتدور على سرعه وتوب سبيد والكلام ده فممكن تجرب ال 1000 ار ار. وغير كده لو انت واحد بتعرف تسوق لكن مش محتاج السرعه فانت ممكن تلجا لل 600، لان انا شخصيا بحب ال 600 لان انا ما بجريش، وال 1000 ده بيبقى سخونيته بتبقى اعلى من ال 600 لان الموتور احمى، فبالتالي محتاج طرق، محتاج جري، محتاج الكلام ده كلها. فده كان الفرق ما بين ال 1000 وال 600.